الآن إحنا نوينا الحج. طبعا يا إخواني انتهت رمضان، انتهى شهر رمضان، انتهت هذه المدرسة التربوية في رمضان، مباشرة دخلنا في شوال، في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات. يا لحظة، إذا فرغت فانصب من عبادة إلى عبادة. ارتقينا قليلا أو مش قليلا، الآن موسم الحج يا إخواني حيرتقي فيه موسم عظيم، يعني خبطة قوية بإذن الله، الله يتقبل. لكن أنا ما بدي أروح بنفسية عادية، بدي أروح بنفسية. الآن في نفسية اسمها نفسية رحلة القلوب، رحلة وأذن في الناس بالحج. الله عز وجل يأمر إبراهيم أن ينادي الناس بالحج. الآن انتهينا من رمضان، بدنا نرتقي إلى الحج. أولا الحج رحلة قلوب، حتى نعرف يا إخواني قيمة كلمة لبيك اللهم لبيك. الكلمة هاي كلمة عظيمة جليلة، والله لو وعينا ما معنى لبيك. لذلك بعض الناس يقال له لا لبيك ولا سعديك. لبيك شو؟ الآن لما قلت قبل شوي أنا الحج ونية الحج وعزيمة الحج وأهمية الحج، الآن أنا تخلصت من كل مظالم الدنيا. يعني لا يليق أن أذهب إلى الله أقول لبيك اللهم لبيك وأنا لم ألبي نداء الله في حقوق جيراني وفي حقوق إخواني، في حقوق أخواتي، في حقوق زوجتي وأزواجنا. أبدا ما عملنا. لا، بدك لبيك يا رب. أنا الآن حققت لبيك في أمور التي أستطيع عليها، ثم أتيتك يا رب لتنقيني، أتيتك يا رب إلى حيث أعظم مكان وحد فيه الله. لذلك بدنا نعرف أنه رحلة الحج رحلة، أعيد وأقول، قلوب. القلب هو الذي يحج.